يا مساء الفل او يا مساء الانوار. ازيكم يا جماعه؟ مؤخرا قررنا ان احنا كده نتوسع اكتر، نعمل نشاطات تانية كتير. وبما ان بقى اليومين دول الدوريات بدات، او يعني الدوري بتاعنا هو اللي بدا، خلينا ان انسب حاجه ممكن يعني نستثمر فيها هي الكوره. لعيب كرة سابقا ومدرب معتزل، حاليا صاحب الشركة العالمية لتسويق اللعيبة كوبريشن لعيبياس كمباني. اليومين دول بقى بالذات والدنيا مقلوبه، حوار الاستثمار السعودي في الكوره واللي بيحصل. فكره ان انت مش بس دلوقتي ممكن واحد مثلا في اخر كاريره يروح السعوديه او الخليج او اي حته بره اوروبا، انت ناس عز كاريرها وفي عز مجدها وسنها صغير، انديه اوروبا كلها بتتخانق عليها وتلاقيهم رايحين هناك عادي. فالمنافسه صعبه الصراحه، ودي بقى يعني كانت بدايه المشكله. مالك شايل هم الدنيا ليه؟ عملية سوء هتضيع مني. عمليه ايه؟ مطلوب مني فريق كورة ومش عارف اجيبه منين. فريق بحاله؟ لقيت 6 وفاضل 5 ولسه الاحتياط. يعني كل ما بنيجي نجرب نتفاوض مع حد بنلاقيه يا اما راح السعوديه يا اما السعوديه بتكلمه. جربنا مثلا نكلم صلاح، يعني كلوب شتمنا والفاظ قبيحه مش عايز افتكرها. بس يعني المهم ان احنا قررنا اننا خلاص مش هنقل من نفسنا، الفلوس مش كل حاجه، احيانا نعتمد على اولاد بلدنا. عشان كده قررنا ان احنا نعمل فريق نجوم، ومش اي نجوم، نجوم ال100 سنه حلم. 100 سنة حلم، 100 سنة قررنا نكون فريق من نجوم الكوره السينما المصريه. احنا اول ما بدانا يعني ما لقيناش الموضوع بالصوره اللي انا يعني كنت متخيلها الصراحه. المنافسه صعبه جدا، المواهب فعلا كانت يعني كتيره ومميزه. يعني صعب كده ان انت تختار ما بينهم. عندك ناس موهوبه كده في كل المراكز، مثلا ناس حاسمه بتعرف تخلص قدام الجون على طول. كباتن كده جوه الملعب عندهم شخصيه وروح وبيدعموا زمايلهم. بوكس يمين ايه ده؟ بوكس شمال يا نهار ابيض. ناس بتخاف على صحتها ومستقبلها في الكوره اهم حاجه عندها. مش معقول اللي بيحصل النهارده ده، مش طبيعي. حتى 6 جوال دي. ناس محترفه عندها خبرات من بلاد بره. انا من كفر الشيشه مركز زفته. كفر شيش ده تبقى اجنبي. اختيار فعلا يعني كان صعب احيي. بس المهم بقى يعني واحنا بندور كده لقينا ان في تشابه كبير قوي ما بين الكوره والسينما. يعني ابسط حاجه الاتنين بيعيشوك تجربه كده لمده ساعه ونص و90 دقيقه. الاتنين كده ليهم لحظاتهم اللي بتتحفر في ذكرياتك، حلو منها بقى والوحش، فيها لحظات دراما. حضرتك حرام حرام حرام. اكشن. ده بقى بالنسبه لي ما ينفعش حسام حسن النجم الكبير بقيمته الكبيره كوميديا. لا بقول لك هارد لك كابتن عم هارد لك ايه؟ هارد لك ايه؟ هي دي كوره. ضربة جزاء مش ضربة جزاء، وفاول مش فاول. عايزين تنزلوا داخلية؟ نزلوها. الشيخ اللي كان قدام ال 18 حسام حسن بيضحك. يا لهوي! يا لهوي! يا لهوي! بلوت تويست غير متوقع. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. القاضية ممكن يوزع نيمار وجول. جول. اهلا كابتن كلام. مساء الخير يا كوتش. اهلا. مش طول عمرك نفسك تلعب في نادي كبير؟ ايه اللي نفسي قوي. مبروك يا عم، جات لك الفرصه لحد عندك. بتتكلم بجد؟ اشكر البيه، اشكر الكابتن. ساعات كتير تسال نفسك بقى اللي هو يعني وانا عليا من ده بايه كله اصلا؟ يعني الناس دي تقعد تاخد فلوس على قلبها قد كده، وانا اللي اقعد اتعصب واشجع ويتحرق دمي وادفع فلوس كمان عشان في الاخر تيجي لحظه كده تنسيك كل الكلام ده وتفكرك انت ليه اصلا حبيت الحاجه دي. لحظات زي اللحظات اللي بينتصر فيها البطل في اخر لحظه. لوكا مودريتش في تنفيذ الركنيه، معجزه. معجزه حدثت. اللحظات اللي بتلاقي فيها حلم انت كنت فاكره مستحيل واخرك تحلم بيه كده ساعه عصاري مثلا، تلاقيه بيتحقق قدام عينك. الزمن شوط الضغط الاول. جول. الله صوت دماغ. الله. الاتنين بالمناسبه برضو فيه لحظات تمثيل حلوه. مير من ناحيه اليمين، احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. ايه ده؟ اهلا.
وقت عامه بتنسى فيه كل مشاكلك وهمومك وتعيش مع البطل يعني كانك هو، بتفرح له وبتزعل لزعله وكانه ابن خالتك. بس دي حاجات ما تعملهاش غير السينما والكوره. اصلا في ماتشات كده يعني تحس ان هو من كتر حلاوتها هي المفروض تتحط في شاشه سينما مش شاشه تلفزيون. يعني حاجه مثلا زي ماتش الاهلي والزمالك 4-3 بتاع كاس مصر 2009، ماتش برشلونه مثلا في الجولدن ايرا او الفتره الذهبيه بتاع جوارديولا، مصر والبرازيل كاس القارات. لم اكن مجامل، لم اكن عذرا منافق، بل قلت الواقع. التعادل الثالث. الله الثالث. حتى في ماتشات كده تلاقيها مثلا شبه افلام الاولاد شويه، يعني اللي هو اللعب فيها كده تأدية واجب وعلى عم على قد فلوسكم. فبرضه الماتشات دي بيطلع منها حاجات كتير حلوه، ساعات مش دايما بتبقى حاجات ليها علاقه بالكوره، بس بيطلع منها حاجات حلوه. لكن الامير سعيود يسدد بطريقه غريبه جدا، امير سعيود مع الفوز المتتالي مع كابتن مختار بيطالبوا بكاس مصر. والله احنا يعني يا سلام هو ده هيوقع الجهاز الفني كله. وماتشات تانية مثلا تحسك ان انت في عالم تاني، يعني كانك في فيلم. واصلا يعني الماتشات اللي جوه الافلام هي نفسها لوحدها فيلم كده. يعني مثلا الماتش اللي في اخر فيلم 4-2-4، الفريق اللي عمله يونس شلبي وسمير غانم شايف نفسه كده وبقى بدا يتشرط على النادي، فهم جابوا العيال الصغيره والناشئين لعبوا بيهم الماتش وكسبوا. ده تقريبا حصل حاجه شبهه جدا بعديها ب4 سنين بس، كانت 85 لما الاهلي لعب الزمالك في كاس مصر ولعب بالناشئين وكسب الزمالك 3-2. لما تشوفوا الملعب بتاع النادي الاهلي وقتها ما تفتكرش غير شوبير، هو اللي كان من الفريق الكبير. عرفناهم بعد كده حماده مرزوق وحسام حسن وبدر رجب ومحمد السيد وحسام ابراهيم ومحمد السيد ومحمد جمال. انا واد لعيب وحريف، ما يهمكش سني. يعني انت عايز تلعب؟ ما دام اللعب هو اللي ماشي نلعب. هو شوف بقى، يا انا وبقيت الاولاد ونبقى كلنا كده يعني تيم واحد. لا طيب لا اطمن يا دكتور، انا هلعبك في الطين الاحتياطي. وبرضه بحس الماتشات ممكن اوقات كتير تقسمها جونرز كده زي الافلام. يعني مثلا في ماتشات كوميدي ما فيهاش غير ضحك بس، في ماتشات اكشن وثريلر ما تبقى قاعد على اعصابك كده ومش عارف مين اللي هيكسب في الاخر. في ماتش مثلا رومانسي، يعني ده ما بيحصلش كتير بس مثلا لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض والظروف كلها ضدهم ومره واحده الظروف كلها تتهيأ ان هم يتجمعوا سوا في النهايه تليق بيهم. واحلى حاجه بقى بالنسبه لي في الافلام اللي بنعملها عن الكوره انها تحس انها فاهمه الدنيا عندنا كويس، ان هم عارفين ان الدنيا كلها بتلعب كوره واحنا بنلعب كوره تانية خالص. عشان كده مثلا تقريبا كل الافلام اللي اتعملت عن الكوره في مصر هي افلام كوميدي، يمكن مثلا باستثناء الحريف، وده حتى لما اتعمل ما اتعملش على لعيب بيلعب في فرقه في الدوري المصري مثلا، ده واحد بيلعب كوره في الشارع، الشارع هو اللي هتعرف تطلع منه دراما، اكيد مش هطلع دراما من الدوري. وفي واحد بقى يعني لازم اديله شاوت اوت كده في نص الحلقه غصب، يعني من كتر ما انا بحبه، فنان بيعمل كل حاجه واي حاجه حلوه قوي، بيغني بيمثل بيرقص بيعمل استعراضات، يزحف ويتوكل ويندشر. كان الشامل والمعلق الكروي المتميز منير مراد. يعني منير مراد ده بعيد عن ان هو كان فنان مميز بالنسبه لي بشكل مش طبيعي، وان هو لحن تقريبا معظم الاغاني بتاع الزمن اللي انا بحبها. هو كمان يعني لما علق على ماتش كوره فهو قرر ان هو يعلق عليه بطريقته، فبدل ما يعلق على الماتش لحنه وغناه. حضرات المستمعين افتحوا يلا الراديو اوام، نحن الان بنذيع موجات طول 11 كيلو جرام. حبشي رماها علي تلقاها، سعد عطاها لاحمد طه بيجري وراها بسرعه كلمه ورد خطاها. انا احب اتفرج جدا على ماتش مثلا يبقى تعليم منير مراد ومعاه مدحت شلبي، يبقى كومبو خطير والله. كده بقى مبروك على ايه؟ بضاعه جاهزه. بضاعه ايه بقى؟ فريق الاسود الجديد اهدي بالذمه. الصراحه انا شايف يعني الافلام اللي اتعملت على الكوره عندنا يعني ممكن تبقى مرجع حلو قوي لو حد عايز يصلح وضع الكوره في مصر، ده لو عايز يعني مثلا اي ماتش يعني فيلم كوميدي بقى، ماتش في الشارع بين فرقتين رد سجون، يعني اي حاجه دايما هتلاقي فيه جمهور. يعني عمرك ما هتشوف ماتش مثلا اتعمل في فيلم ما فيهوش جمهور تقريبا، هم الاساس، الكوره من غيرهم ولا حاجه. هتلاقي الحريف اللي بيحب الكوره مثلا غالبا هو اللي بيكسب في الاخر، واللي بيستنطع وبيتكبر على الكوره وشايف نفسه اعلى منها غالبا سكته وحشه، وان الجمهور ده مش شغال عند النادي ولا عند اللعيبه ولا عند حد، الجمهور ده هو الاساس. عملت معاه كويس وقدرته واحترمته هو هيقدرك ويحبك بشكل انت ما تتخيلوش. شهاب تشكيل وصل خلاص والاستوديو هيبدا. تمام يلا بينا.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في الاستوديو التحليلي لمباراة نجوم الكرة في السينما المصرية. ومعانا النهاردة التشكيل الرسمي للفريق بقيادة المدير الفني الأجنبي جاليليو. الفريق النهاردة بيلعب بخطة 4-2-4. في حراسة المرمى الحارس المتألق هريدي، خط الدفاع من الشمال لليمين علي مكوى، شماعة الجزمجي، زكي الأنونجي، وفاروق الطباوي. وفي خط النص 2 ديفندرات، سمسم وتايسون. خط الهجوم على الأطراف فارس الحريف وشحاتة أبو كف، و2 رؤوس حربة، خميس كاكا ومرجان أحمد مرجان قائد الفريق اليوم. طاقم التحكيم حكم المباراة الأول السيد أبو العربي، حكام الراية شامبو وحمدون، وأخيرا من كابينة التعليق المعلق المتميز الفنان منير مراد. والآن ننتقل إلى المباراة المنتظرة أعزائي المشاهدين، ولكن بعد الفاصل.